محفظتي تطبيق تبع بنك اسكندرية. لو مهتم بأخبار التطبيقات وعايز تعرف وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب كل تطبيق، اشترك في القناة وأنا هقولك كل ده. تطبيق محفظتي حجمه 56 ميجا، محمله 100,000 مستخدم. تقدر لو انت عايز تعمل محفظة زي فودافون كاش أو أورنج كاش أو أي محفظة إلكترونية تشحن بيها كارت ميزة، ومن ميزة تشحن المحفظة وترسل أموال وتشحن رصيدك وتدفع فواتير، خدمات فوري كلها. طبعا فودافون كاش ما فيهاش خدمات فوري، عشان برضه يبقى الناس عندها معلومة. وتعمل بطاقة اونلاين عشان تشتري بيها اي حاجة من خارج مصر، سحب وايداع مكان الصراف الآلي، مشتريات بالبرومو كود، سحب نقدي، ايداع المحفظة. كل ده واكتر عن طريق محفظة بنك اسكندرية. تقدر تشحن محفظتك زي ما انت عايز، وتستقبل وتحول وترسل زي ما انت عايز. عيوب المحفظة ان هو ما بيجيبلكش اي اشعار ان في فلوس جاتلك او اي حاجة اتخصمت منك. تاني حاجة هو مش تاني حاجة هو مش بيخليك تشارك الإيصال باللي انت بتاخده من فوري بأي فاتورة، ان انا دفعت الفاتورة او عملت اي حاجة عشان مثلا حد يشوفها تاني. فدول اكتر عيبين وحشين مش موجودين في التطبيق بتاع بنك اسكندرية. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق سيبولك في الديسكريبشن.